المدير السابق للموساد يكشف تفاصيل الخطة السرية لتهجير أهالي غزة إلى سيناء، وكيف أجهضها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بعد مرور عامين على 7 أكتوبر عام 2023 أسدل الستار أخيرا عن هوية مهندس خطة تهجير أهالي غزة من خلال سردية إسرائيلية خالصة. وتبدأ الحكاية من كتاب بالأحابيل تصنع لك حرب، إذ روى يوسي كوهين المدير السابق للموساد في هذا الكتاب الصادر باللغة العبرية التفاصيل الكاملة للمخطط الإسرائيلي. سنرحل 1.5 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى محافظة سيناء المصرية. هذا ما اعتمدت عليه خطة كوهين التي اقترحها بعد 7 أكتوبر، ولاقت ترحيبا وموافقة من الكابينت الإسرائيلي الذي طالبه بإقناع الدول المعنية بالخطة لتسهيل عملية تنفيذها. وأعد كوهين عدته وسافر إلى عواصم عدة في محاولة للحصول على تأييد عربي للخطة، بزعم أن التهجير سيكون مؤقتا وهدفه الأول خفض عدد الإصابات بين المدنيين. لكنه عاد من تلك العواصم بخفي حنين، إذ واجه تخوفا من احتمالية تحول التهجير المؤقت إلى تهجير أبدي. ولم يستسلم كوهين، ووعد بتقديم ضمانات دولية ترعاها دول كبرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين والهند، للتأكيد أن التهجير سيكون مؤقتا فقط، ليصطدم في النهاية برفض قاطع من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمنع تنفيذ مخططه نهائيا. ولتضاف إلى خطة كوهين للتهجير جملة مع إيقاف التنفيذ.